أهلا بكم. سانست كوكتيل هو عصير مزيج غريب شوية، يعني في عصير بطيخ، في برتقان، في صودا، بس طعمه مختلف وحلو جدا، وكمان ألوانه حلوة قوي. يمكن هو اتسمى سانست عشان اللون الأحمر بينزل شوية بشوية على اللون البرتقالي وبيسحبوا مع بعض كده الألوان، بيدينا حاجة شبيهة بغروب الشمس. تعالوا معنا نشوف طريقته وتفاصيله كلها سوا. أول حاجة معانا هنحضرها عصير البطيخ. هيكون معانا حوالي 150 جرام بطيخ، ده متقطع مربعات صغيرة ومتنضف طبعا من البذر، وهيكون معانا كمان معلقتين كبار سكر وربع كوباية مية. هناخد الحاجات دي كلها مع بعضها كده على الخلاط ونضربهم كويس مع بعض. بعد ما ضربنا الخليط ده في الخلاط بنحتاج ان احنا نصفيه عشان الالياف والحاجات اللي طالعه في العصير. احنا عايزين عصير بيور من غير اي حاجه، فاحنا هنصفي البطيخ في مصفى صغيره جدا بالطريقه دي، وبستخدم السباتشولا ان انا اقلب كويس قوي لحد ما انزل الميه بتاعته خالص، ويتبقى اللي هي الالياف او مش عارفه دي اسمها ايه، هي تقريبا الالياف. بس العصير كده بقى بيور ومفهوش اي حاجة خالص. في الكوباية بتاعتنا بتاعت التقديم هحط اوراق نعناع فريش، وهحط 2 من شريحتين ليمون، وابتدي اضغط عليهم كأني بعمل موهيتو. وبعد كده بملى الكوباية كلها تلج. هبتدي اضيف نص الكوباية تقريبا عصير برتقال، وبعدها بضيف الصودا او اللي هي يعني زي السبرايت او سيفن، بس ده بديل عنهم يعني. وفي الاخر خالص بضيف عصير البطيخ، بس بالراحة قوي ومن على الجنب عشان الالوان ما تختلطش ببعضها. انا عايزة اللون الاحمر ينزل بالراحة خالص. وعلى الرغم ان كمية البطيخ قليلة قوي، لكن اللون الاحمر بنلاقيه بيسحب بشكل كبير على تحت. طعمه حلو، مبهج، منعش، كل حاجة حلوة فيه. يا ريت تجربوه وقولوا لي رأيكم فيه. ولو كنتوا معايا لحد دلوقتي فشكرا لكم جدا لمتابعتكم.